فيديو جديد في حياة طالبة هندسة. والنهاردة احنا رايحين موقع. انا ما كنتش نايمة خالص فعملت ايس كوفي طبعا عشان مطبقة، فكان اليوم طويل اوي بالنسبة لي، ما نمتش فاهمين. فطبعا كان اليوم قدامي طويل، لبست وجهزت ورحت عملت ايس كوفي عشان اشرب. كنت بحاول اصحصح وكده، وهنا كنت بوريكم الاوتفيت. خليني اكلمكم شوية عن الموقع. اليوم احنا اليوم ده يوم الثلاث، عندنا في آه، مادة اسمها إنشاء معماري. فبدل ما يدونا محاضرة قالوا لنا الأفضل هنروح يعني موقع وكده. احنا كنا خلصنا المنهج اوريدي تمام، فقالوا لنا هنروح موقع. فكنت سهرانة على لوحة خلاص ورحت سلمتها في الكلية. أنا كنت وصلت الكلية عشان أسلم اللوحة وسلمتها، وركبت الباص عشان خاطر نتجه في طريقنا للموقع. الموقع كان في العاصمة الإدارية، وهنا كنا عاملين حفلة على الضيق زي جو ميدو مشاكل وكده، وكنا عاملين نغني وكده مبسوطين. يعني بصراحة الدكاترة مشكورين، سمحوا لنا ان احنا نقدر نغني وكده. هنا كنا وصلنا العاصمة الإدارية، وبصوا على الجنب هنا كده مسجد الفتاح العليم. احنا قربنا منه اكتر، بس مش عارفة الفيديو بصراحة راح مني فين. واحنا في طريقنا ماشيين شفنا اللي هو البرج الايقوني. شايفين برضو في البرجين دول. يعني لما قربنا من البرج الايقوني احنا كنا عايزين نروح هناك وكده، وصراحه برضو الدكاتره مشهورين خدونا هناك، بس ما عرفناش نطلع البرج يعني ذات نفسه. صراحه الطريق كان طويل قوي، ولكن كان ممتع يعني. صراحه احنا كنا مستمتعين زياده عن اللزوم، والحمد لله. يعني اليوم كان حلو قوي. يعني من وقت عايزه اقول لكم اليوم حلو قوي بصراحه. وصلنا الموقع، وده الدكتور بتاعنا اللي لابس بدله محلتي، والباشمهندسات لما كانوا بقى بيشرحوا لنا كل حاجه عن القواعد، النوع اللي هم مستخدمينه ايه، وامتى يستخدموا الحاجات دي، والجراج عملوه مثلا ليه بالشكل ده. كانوا شرحوا لنا كل حاجه صراحه في الموقع، وكانوا حابين يشرحوا. يعني صراحه اللي في المجال الهندسي عارف ان نص الناس بتوع المجال الهندسي تست وما بيبقوش يقولوا حاجات كتير، ولكن صراحه هم مشكورين. كل حاجه كان الدكتور بيقول مثلا خدوها في المنهج فاشرحها لهم اكتر وكده. صراحه كانوا بيشرحوها وكانوا حابين قوي ان هم يشرحوا. هنا بقى كنا بنسأله برضك ليه الحتة دي واخدة كيلو تلاتة. احنا كنا فاكرين ان هي ليها سبب علمي وكده، ولكن قالنا لا، ده هي دوبك شكل جمالي في الواجهة. وكان بيشرح لنا الكونسيبت يعني بتاع الواجهة اللي هم شغالين عليه. هنا بقى كان ماسك في ايده ده زي ميزان، اللي انا فهمته هو بيحطه على الحيطه، فبيعرف ان في مثلا طوبه طالعه، طوبه زياده، طوبه داخله. يعني شوف الحيطه متساويه من الاخر ولا لا، تمام. فهو كان بيشرح لنا الموضوع ده. ولو واخدين بالكم في خيوط كده عند الحيطه، احنا في اللوحه لما بنيجي نرسم بتبقى في حاجه اسمها اكسس. فالاكسس دي انا كنت فاكراها ان هي حاجه وهميه مش موجوده في الطبيعه، ولكن هو قال لنا لا، ده بتبقى موجوده في الطبيعه، وبنحطها عشان نقدر يعني نحط الحيطه في النص بالظبط. فاهمين قصدي؟ فهو فهمنا بقى ان الاكسس دي موجوده في الحقيقه وكده. انا كنت فاكراها زي ما قلت لكم على الورق بس. واكيد دي مش مريم اللي كانت في اول الفيديو اللي كانت نازله بحماسها. حرفيا احنا لفينا جامد جدا جدا جدا، فكنا خلاص. يعني انا حرفيا كنت تعبت، بس زي ما قلت لكم اليوم على قلبي زي العسل عشان ما فيش محاضره انشاء، فاهمين. وهنا بقى كانوا واخديننا مكان تاني. حرفيا احنا مشينا في الحته دي كتير قوي. الفكره ما كانتش في النزول، الفكره كانت في الطلوع. هنا كانوا واخديننا زي هنا كده. هي المفروض المكان ده في العموم زي كومباوند، تمام. و تا 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 تن. بعد صراحة قوي من مساحة الموقع دي، أنا قررت إن أنا في يوم من الأيام هشتغل موقع ولا في مكتب. فأنا حابة إن أنا أنزل موقع، أو حسيت إن مغامراته أحسن وكده بدل القعدة بقى في المكتب والكلام ده.
مش عارفه هو بيبقى دايما موقع ولا بننزل مكاتب وكده، مش قادره صراحه افهم الحكايه دي، وهم ما حكولناش اي تفاصيل عنها. ولو وصلتوا هنا فاحنا خلاص للاسف وصلنا لاخر الفيديو. كان نفسي اختمي بان انا قاعده اتكلم معاكم وكده، ولكن يعني متعوضه ان شاء الله. انا وانا الفيديو عجبكم ما تنسوش لو عجبكم تشتركوا في القناه، والسلام عليكم.